فقالوا انه يمشي. ما تمشي يا عم، الناس كلها عايزاك تمشي، ما تمشي. جوعت الناس وتعبتهم وجاي على دبابه، انت جاي على دبابه. ما فيش واحد في التاريخ جاي على دبابه بيمشي برأي الناس من الاخر. هيمشي على دبابه برضه فعادي امشي. شكرا. تفتكر هيفوا بوعده فعلا لو الناس مش عايزاه يمشي يا نسا؟ الراجل اللي جه على دبابه مش هيمشي الا لما حد يجي برضه على دبابه. مفيش حد ديكتاتور في التاريخ كله بيجي على دبابه وبيمشي برأي الناس. امشي لو انت فعلا يعني ندمان على اللي عملته في الناس، امشي. موافق ان تقام انتخابات رئاسيه مبكره وهو مش موجود؟ كل ده كلام في الفاضي، لانه احنا عايشين في عصر ديكتاتوريه. اي كلام عن انتخابات او تغيير سياسي كله تضييع وقت. اللي جاي على دبابه بيمشي من واحد تاني جاي على دبابه زيه، ما بيمشيش براي الناس. هيمشي يروح فين يعني؟ يعني بعد ما الدنيا غرقت بس هيمشي يعني ولا مش؟ خلاص بقى بتقع، اسعار عاليه قوي، الدنيا بقت صعبه جدا، مفيش جديد، مفيش حاجه جديده يعني. تفتكر لو الشعب فعلا قال له امشي ولقى الشعب مش عايزه هيمشي فعلا؟ شيء طبيعي، ما دي الديمقراطيه اللي محطوطه، ما لازم هو يمشي يعني. هو عمل ايه؟ ما هو المشكله ايه السي في الجديد اللي ليه كرئيس جمهوريه ان هو يخليه يقعد مثلا الشعب؟ ماشي، عمل ايه؟ ما هو لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه جديده، كله كلام بس، مفيش حاجه جديده، الناس يأست، الناس تعبت. لا انت موافق ان يحصل انتخابات رئاسيه مبكره والانتخابات دي ما يبقاش فيها السيسي كمرشح؟ هو مش انتخابات، هو خلاص هو فاضل له سنه يعني، خلاص يقضي السنه بتاعته ويبقى انتخابات بقى، وهو ما يخشش انتخابات لان كده كده هيبقى شكله وحش. يعني اصل اللي هيخش انتخابات ده لازم يكون ليه سي في محترم. خلاص اي رئيس جمهوريه داخل او اي واحد داخل ينتهي عشان المنصب ده ليه سي في محترم يخش بيه، لكن لغايه دلوقتي ما فيش سي في، ما فيش حاجه ظهرت عليه يعني مفيش انجاز ظهر حقيقي ظاهر قدام الناس ان الراجل ده عمل حاجه كويسه. اظن رساله واضحه، اظن الرساله مش محتاجه وضوح اكتر من كده، ان كل الشباب بيتكلم، وفي هاشتاج برضو كان قصاده هننتخبك يا سيسي، اظنه بنفس القوه. اللجان الالكترونيه اللي على الانترنت واضحه جدا ان هي بتحاول ان هي دايما تعمل بالانس ما بين الناس اللي بتقول رايها بوضوح وما بين الناس التانيه اللي هي عايزه تطلع ان في راي معادي بنفس القوه والكثافه. فبالتالي نفضل دايما باصين ان احنا لو قررنا نعمل حاجه زي كده هننقسم اتنين. وانس ان احنا هنتقسم بنرجع تاني نسكت ونرضى بالامر الواقع، نقعد ساكتين، هو ده المطلوب. تفتكر لو تاكد فعلا ان الشعب مش عايزه هيفوا بوعده وهيمشي؟ ما اظنش، لا هو ولا اي حد. توافق ان يحصل انتخابات رئاسيه مبكره والانتخابات دي الرئيس السيسي ما يكونش مرشح فيها؟ لو موافقتي انا اللي تحكم بس ما اظنش ان احنا موافقتنا ليها لازمه. امال موافق مين اللي لازم؟ ولا اي حد. خلينا واقعيين. اقول له ايه؟ اقول له ارحل وخد نظامك معاك وانت مروح بس. ولما تحب تخاطب بخاطب الرجاله، ما تخاطبش النسوين، لان هي خلاص خلصت على كده. بس وصل له الرساله دي، قول له لا تخاطب الامهات ولا تخاطب البنات بس. وبلاش اللعب بقى على العواطف وشغل اللعب على المشاعر ده وبتاع. المجتمع كله مكتئب بسببك، فامشي وخد نظامك معاك. يمشي. تفتكر لو فعلا عرف ان الشعب مش عاوزه هيفوا بعض ويمشي؟ لا. ليه؟ عشان هو مش كويس، مش حلو، محدش بيحبه، انا ما بحبوش. لو حصل انتخابات توافق ان يحصل انتخابات رئاسيه مبكره وهو ما يكونش موجود فيها؟ لا هيكسب وهيخش فيها، مش هيمشي، هيقعد. مش هيمشي رغم ان في فئه كبيره قالت انا مش عايزين. هيقعد غصب يعني؟ ليه؟ هو كده خلاص. طب شايف الحل ايه طيب؟ من وجهه نظرك ايه اللي ممكن يحصل يعني يخرج مصر من الازمه دي؟ لا خلاص مفيش. طب ما قامت ثوره قبل كده بعد 30 سنه وكنا خلاص فضينا الامل. بعد 30 سنه مثلا مش هيمشي، هيقعد خلاص. لا يمشي ليه؟ الرئيس يمشي ليه يعني؟ ايه اللي يمشيه؟ هو اللي بيقول كده لو عايزين نمشي لا احنا مش عايزينه يمشي. بيجيب لنا لحم ويجيب لنا فراخ ويجيب لنا كل حاجه. بس في ناس قالت ان هي عاوزاه يمشي. ليه طيب؟ ايه السبب ان عايزين يمشي ليه؟ شايفين ان الدنيا غليت وغلاء الموضوع بقى اوفر يعني. والله الاوفر دوت على المستوى العالمي مش على مستوى مصر لوحدها. وبعدين بتدخل المواطن المصري فالموضوع صعب على البني ادم المصري هو اللي بيشتغل راتبه 2000 جنيه. ماشي. شايف الموضوع تقيل عليه. انا هقول لحضرتك حاجه، انا راجل باخد 2000 جنيه. واخد على بال حضرتك؟ بجيب من القوات المسلحه كيلو المفروم ب 47 جنيه، كيلو اللحمه ب 47 جنيه.
يعني لو جبت دولهم كلهم بكام؟ ب 194 جنيه هيكفونا قد ايه؟ ممكن 20 يوم في الشهر، لان هجيب فراخ وهجيب حاجات تانية. فطبعا كل واحد بيمشي على قده، فده ملهوش دخل بالاسعار وملهوش دخل بالراتب. اللي عايز يمشي ب 10 جنيه بيمشي، واللي عايز يمشي ب 2 جنيه بيمشي. فكل واحد بيمشي حسب يعني السيستم بتاعه اللي هو بيشتغل عليه. توافق على قيام انتخابات رئاسيه مبكره بدون السيسي كمرشح فيها؟ لا طبعا. ليه؟ لا طبعا. لا، مصر بدون السيسي مش هتبقى مصر. ليه؟ لأن مصر تتطلب حاكم عسكري مش حاكم مدني. ليه بقى؟ لأن السياسة العسكرية تختلف تماما عن السياسة المدنية. واخد بال حضرتك؟ يعني من ناحية التسليح، من ناحية القوة العسكرية، دي طبعا كلها تختلف عن أي حاجة تانية. فلازم يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة لازم يكون عسكري وليس مدني. ليه مدني؟ هيبقى طبيخ خالص، يعني مش هيفهم حاجة في النواحي العسكرية أو السياسة العسكرية الخارجية بره. ليه؟ لأن أنت دلوقتي تتطلب القوة العسكرية أكتر من أي قوة اقتصادية. ليه بقى؟ أنت دلوقتي في حرب. الحرب دوت تتطلب قوة، القوة دي لازم ليها إمكانيات، الإمكانيات بتاعتها هو جايب لك المسترال، جايب لك القواعد الثانية اللي هي في البحر الأحمر اللي شبيهة بالمسترال برضه. وبعدين عندك مشاريع كتيرة هتتم، يعني زي مشروع محور قناة السويس، واخد بال حضرتك 3 أنفاق دول هيخشوا على تعمير سيناء كله، وبعدين هيلغوا المعدية ومش المعدية بتاعت الإسماعيلية وبورسعيد والحتت دي كلها، فهيربط لك الشرق بالغرب. انا تعليق ان هو ما يمشيش، لان احنا بنفكر بس في السلبيات، بنبص للسلبيات اللي هي موجوده في البلد، لكن ما بنبصش للايجابيات. حتى الاعلام المصري بيظهر السلبيات وما بيظهرش الايجابيات. لو ظهر الايجابيات البلد كلها ومصر كلها تعرف الايجابيات. يعني هو النهارده النهارده من شويه بسيطه جدا، يعني ما فيش ربع ساعه لسه تحت الميه في النفق اللي هو طوله 2 كيلو متر و800 متر، ماشي بالشباب وموريهم، ولسه الثاني 3 كيلو، هيكمل تاني 3 كيلو، وبعد كده هيرجع 30/6 هيفتح 4 انفاق اللي هو مفهوم التنميه. بيعمل مدينه الاسماعيليه الجديده اللي هي ممتده عمرانيا لسينا نفسها. فالنهارده هو بيعمل لي مصانع، بيعمل لي شركات، بيعمل لي مساكن جديده، بينهي على العشوائيات. الاسعار زايده، في اسعار زايده، لكن ده جشع التجار. لكن النهارده انا لما بروح اشتري حاجه وانا مش عايزها، طب انا بعمل عليها تكدس. لكن لو الناس نفسها خدت المحتاجه بس فقط. بس في ناس قالت مش عايزاه عشان يعني ظروف المعيشه بقت غاليه، وغلاء الاسعار الفتره اللي فاتت زاد قوي بعد تعويم الجنيه. هو حضرتك هو الاسعار غاليه، اوكي، ده ما فيش فعلا نقاش، وكل الناس بتشتكي من الاسعار. هاتوا غيره، مين غيره هيجي ينزل الاسعار؟ قصدي حضرتك ان مفيش بديل؟ مالوش بديل. وبعدين هو واخد قرارات جريئه كانت لازم تتاخد من 30 سنه فاتت. كان المفروض ان في العصر اللي فات او في فتره الرئاسه اللي فاتت الماضيه اللي هي بتاع حسني مبارك، في 30 سنه كان المفروض ياخد القرارات دي، كل 5 سنين ياخد قرار جريء، كان هيوصل الاقتصاد بتاعنا اعلى. لكن هو الراجل كان بيدي مسكنات، المنحه يا ريس، ال10% يا ريس، والشعب بيسكت، بيستلف وياكل الناس ويعمل الدعم. لكن النهارده البلد مديونه. لكن هو لما خد القرارات والقرارات الاقتصاديه دي خدها بجراءه. البتر في مرض محتاج بتر، مش محتاج مسكنات، فهو عمل بتر بقلم لكن هترتاح. فالنهارده لما بيعمل لي مشاريع، والنهارده ابار البترول المكتشفه، النهارده شركه ايبي اللي هي اكبر اكتشاف في البحر المتوسط، شركه ايبي النهارده على اخر السنه في اول 1/7 هيتم انتاج اول برميل بترول من شهد، من بير شهد. تفتكر لو حصل استفتاء والشعب قال له امشي، هو هيوافق وهيفوا بعض وهيمشي؟ هو هيمشي، لان هو صادق. قبل ما يكون صادق مع شعبه هو صادق مع نفسه، والصادق مع نفسه دايما ما بيقبلش ان هو يكون مرفوض. ولكن هو لانه راجل عسكري، والراجل العسكري دايما متعود كرامته فوق كل شيء. انا مش عايزك يبقى انا مش عايزك، يبقى خلاص انا مش حضرتك مش عايزاني يبقى انا مستحيل ان انا هقعد بس. لكن هو راجل صادق مع نفسه ودايما صادق مع نفسه. هو الرئيس دايما بيفاجئنا بالديمقراطيه بتاعته، احنا جبناه ومتمسكين بيه ومش هنسيبه، بدأ ولازم يكمل معانا. بس في ناس قالت ان هي مش عايزاه عشان غلاء الاسعار والفلوس بقت صعبه والعيشه بقت غاليه. منتهى الديمقراطيه، رئيس جمهوريه بيسمح بالراي والراي الاخر. توافق ان يحصل انتخابات رئاسيه مبكره هو ما يكونش موجود فيها؟ ليه يعني انتخابات رئاسيه مبكره؟ ما هو وبعد كده الانتخابات الرئاسيه المبكره بيدعوا ليها مين؟ شعبه ولا برلمان؟ شعب ولا برلمان؟ شعب. لا برلمان، لانه برلمان منتخب من الشعب.
وانتهينا، وليه ما يبقى قاعد. بعد كده بنكمل. يعني السؤال بسيط قوي، احنا صبرنا على فساد من 52 حتى الان. طب ما نستحمل الراجل ده، صحيح هو اخذ قرارات من اجل تصليح الاقتصاد المصري، فبنستحمل معاه، بنكمل معاه. حرام؟ لا يعني مش معقول. يعني الراجل من ساعه لما مسك الحكم وثلاث قنوات كده مخصصه لهدم الراجل ده، ليه؟ اللي قولوا زي ما انتوا عايزين، واخد بالك، لكن الشعب هو اللي جابه، هو ما فرضش نفسه. لا، هو احنا اللي قلنا له كتر خيرك، انت انقذت البلد من حكم كان ممكن يودي البلد في 60 داهيه. احنا بنعاني منه في سينا دلوقتي، احنا بنحارب مين في سينا؟ مش دول اللي جابهم مرسي ولا احنا اللي جبناهم؟ هم دول اللي جابهم مرسي. والراجل مشكور خد راي الشعب، قال ايه؟ انا عاوزكم تنزلوا عشان تدوني امر. يعني الراجل بينصاع لامر الشعب، فمنتهى التواضع منه، منتهى الديمقراطيه، ان ترك الامر للشعب. يعني نزل وحصل والشعب ادى الامر، ومع ذلك الارهاب لسه ما خلصش، الارهاب لسه موجود ومش هيخلص، لان الارهاب ظاهره عالميه. احنا كمن ضمن كبلد مستهدفه عالميا واقليميا واسرائيليا، عايزين يدمرونا. طب ليه؟ ايه المصلحه العامه في اني انا اتدمر؟ ايه المصلحه العامه ان مصر ايام زمان كانت رائده القوميه العربيه وكانت حامل لبوابه الشرق الاوسط، ليه بيردوها؟ واخد حضرتك؟ وبعد كده الجيش المصري زي الفل حمينا، يقول لك لا يرجع سكناته. ده احنا اللي طلبناه عشان ينزل يحمينا المظاهرات من خدعه 25 من الثوره. اللي يقول ان 25 يناير ثوره اقول له اسف، واخد بالك، دي كانت خدعه عشان البلد تتباع.